إلهي 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 وخلاقي. يا شباب، احنا ليش نسوق لكم مثل هالمواقف؟ حتى تعلمون أولا أن الواحد فينا ما يملك رد لقدره. أنت الآن عايش تسمع وترى تتكلم تذهب وتأتي، لكن بكرة لا، بكرة شيء ثاني. بكرة سنوسد الثرى مثل ما وسد غيرنا. الدليل: أين آباؤنا؟ أين أمهاتنا؟ أين أصدقاؤنا؟ غادروا الدنيا. إذن يا شباب، رحل الأحباب وسترحلون. شاهدوا ملك الموت وسنشاهد. تجرعوا كأس الغصص وسنتجرع. ندموا على التفريط وسنندم. لكن السؤال يا شباب: بأي حال سنلقى الله ونحن قد عصيناه؟ بأي وجه سنقف بين يدي الله عز وجل؟ متى سنموت؟ وأين سنموت؟ وعلى ماذا سنموت؟ السؤال أيضا: ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا. إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، ونسأل بعدها عن كل صغير وكبير. نسأل بعدها يا ابن آدم عن كل شيء فعلناه أنا وإياك في الدنيا. يوم يوضع الكتاب بين أيدينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يوم القيامة في ذلك الموقف يوم عظيم، يوم يأتي على السماء ويشققها، ويأتي على البحار ويفجرها. ثم يأتي في ذلك الموقف العظيم يقفون الخلائق 70,000 سنة لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة، حتى يقول الواحد منا: يا الله يا الله يا الله، أرحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار، ولو إلى النار. يطول ذلك الوقوف. بعد 70,000 سنة تنشق السماء فتنزل الملائكة متتابعين صفا صفا. من الملائكة من يسحب جهنم، وجهنم يا شباب، وجهنم يا فتيات. اسمعي يا متبرجة، اسمعي يا من فتنت الشباب بالعباءة المزركشة، اسمعي يا من رغبت الناس، اسمعي يا من أصبحت لا تتقين الله عز وجل. واسمع يا أنت الشاب الذي أعطاك الله عز وجل الجمال وأصبحت تفتن فيه النساء وأصبحت تفتن فيه الشباب. اسمعوا جميعا، اسمعوا يا رجال، يا أمة محمد. بعد ذاك الوقوف تأتي الملائكة فتسحب جهنم، وجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. لو تركت على أرض المحشر لأتت على الصالح والطالح. ثم بعد ذلك من الملائكة من يحملون عرش الرحمن، وينزل ملك من الملائكة فيقول للعباد بعد شنشنة وهمهمة، بعد جدال حصل بين الخلائق، يقول الملك للناس: أنصتوا فقد نزل الجبار. فلا تسمع إلا همسه. وفي رواية يقول الله عز وجل: يا عبادي أنصت لكم منذ أن خلقتكم فالآن تنصتوا لي. ثم ينادى على رجل امرأة يا الله قف معي لحظة، أغمض عيناك، تفكر. أنت الآن على أرض العرصات، نودي بك على رؤوس الخلق، قمت يا ابن آدم تحبسك الخطى، وقفت بين يدي الله عز وجل عريان ذليل، لا خدم ولا أم ولا أب ولا صديق،
ما تملك رد لقدرك. لكن يا الله يا الله، تدري ما يحصل في هذه اللحظات؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا وسيكلمه الله تكليما ليس بينه وبينه ترجمان. ثم يذكرك الله عز وجل بكل صغيرة وكبيرة: يا عبدي، تذكر ذنب كذا، تذكر فعل كذا، تذكر كذا وكذا، تذكر كذا وكذا، تذكر. ثم بعد ذلك إذا أقر العبد نجا بإذن الله عز وجل، وإذا لم يقر يغضب فيقول: يا ربي أنا لم أفعل هذا، يا ربي ائتي بالشهود، يا ربي لا تأتي بأحد، فيعطى كتابه فيقول: يا ربي لم أفعل. ثم بعد ذلك يقول: يا ربي اجعل لي يا الله شاهد من نفسي أنا، فيقول الله عز وجل: كذلك. فيختم الله عز وجل فيه، فتتكلم جوارح الجسم. ثم بعدما تتكلم الجوارح الجسم تقول اليدان: يا ربي أنا للحرام أخذت. وتتكلم الرجلان فتقول: يا ربي أنا للحرام مشيت. ثم يتكلم الفرج فيقول: يا ربي أنا للواط فعلت. فيغضب الله عز وجل غضب على ذاك العبد العاصي، على ذاك المفرط مثلي، على ذاك العبد الذي أسرف على نفسه مثلي، على ذاك العبد الذي جعل الله عز وجل أهون الناظرين. فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي خذوه، يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فلقد اشتد غضبي على من قل حياءه معي. يا الله يا الله يا ابن آدم، تبا لك يا ابن آدم، تبا لك يا ابن آدم. من أنا وأنت يوم أننا نتجرأ على الله عز وجل؟ غرني رفيق سوء خبيث، غرتني زقارة خبيثة، غرني لواط وزنا خبيث، غرتني امرأة خبيثة، غرني أعوذ بالله أمرض خبيث، غرتنا الدنيا خبيثة. يا حبيبي يا غالي، عد إلى الله عز وجل، ارجع إلى الله، ارجع إلى الله. وجنت خطيئتي فاعفو